السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقعتنا النهاردة من المنيا، من شارع التوحيد بالتحديد. الأخ دخل على أخته قال لها جبت لنا العار يا فجرة، ومسك السكينة وقعد يضرب فيها لغاية ما جاب أجلها. أما عن تفاصيل الواقعة ديت، زوجة عندها 40 سنة وأكبر أبنائها 23 سنة. تخيلوا، يعني هي عندها 40 سنة وابنها الكبير 23 سنة، لأن هما بيتجوزوا في القرى بيكون سنهم صغير قوي، ففي فرق صغير قوي بينها وبين ابنها الكبير. والابن الأوسط عنده 12 سنة، والابن الصغير خالص عنده 5 سنين. المهم دبت الخلافات بينها وبين جوزها، كل يوم والتاني خلافات خلافات، لغاية ما قالت له أنا مش عايز أعيش معاك وطلقني. المهم خدت بعضها وسابت البيت وراحت عاشت عند أهلها. وعملت ايه بقى علشان خاطر طبعا يعني ان هو ما يبقاش فيه اي ديل للموضوع؟ راحت رفعت عليه قضية خلع. وطبعا المحكمة شغالة في قضية الخلع. هنا كانت اتعرفت على شاب، هما الاتنين يعني حبوا بعض هما الاتنين، لغاية ما هو قال لها لا بص انا مش قادر، انا لازم اتجوزك واقضي معاك شهر رمضان. ما ينفعش، انت رافعه على جوزك قضية خلع؟ قالت له اه. الله، يعني انت مستنية ايه؟ مستنية كلمة القاضي؟ يعني احنا واقفين على كلمة القاضي؟ لما يا ست يبقى يحكم القاضي، ما هو كده كده هيوافق على الخلع. هيبقى احنا كده كده نتجوز بقى خلاص، احنا هنكتب ورقتين عرفي ونتجوز ونقضي شهر رمضان مع بعض احنا الاتنين، وبعد كده يكون بقى هو القاضي حكم، لسه اجراءات وبتاع وكده. انت شايف كده؟ قال لها اه. وحقيقي حصل، اتجوزته هما الاتنين، اتجوزوا عرفي هما الاتنين. وبدأت ان هي بقى ايه، في شهر رمضان. الكلام ده حصل امتى؟ يعني لسه اول امبارح، 5 يوم رمضان. تاخد بعضها تفطر، بتفطر عند اهلها طبعا وقاعدة عند اهلها. بعد ما تفطر شوية كده تروح خارجة. راحة فين؟ ده راحة عند واحدة صاحبتي، ده انا راح اطمن على العيال، ده لو راح الواحدة بس كده كان من عند من أهل جوزي متعرفة عليها. وتاخد بعضها وتروح فين؟ تروح للبيت اللي هي اتجوزته، يقضوا ساعتين مع بعض، تروح واخدة بعضها وإيه وراجعة. وقعدت على كده، راحة جاية راحة جاية كل يوم. طبعا الناس لاحظت، الناس في الكورة بتعرف بعض، شارع التوحيد كله عارف بعض. دي راحة جاية وداخلة البيت دوت، وراحة جاية مع الشاب دوت. لا ايه الموضوع؟ واهلها ابوها وامها ناس طيبين قوي يعني، على نياتهم. تخرج تروح تقول لهم كذا انا خارجه كذا، اه طب ماشي. المهم اخوها الكبير بقى اللي هو اكبر منها عنده 43 سنه، وصل له كلام من الناس في القريه ان ايه حكايه اختك يا عم الحاج؟ في ايه؟ دي اختك رايحه جايه كل يوم بعد الفطار، يا دوبك وقت العشاء الناس تخش تصلي، وهي بتدخل عند فلان الفلاني، ويقعدوا مع بعض هما الاتنين ساعتين 3 وترجع تخرج. ايه الموضوع؟ فطبعا هو هنا راح يواجه اخته باللي سمعه، دي كده هتجيب لنا العار. وبعدين هم عندهم في البلد، في البلاد اهم حاجه السمعه. لا اذا كنت هتجيب لنا العار بقى، لا ما ينفعش. فراح واجه اخته قال لها مش انت رافعه قضيه خلع على جوزك؟ قالت له اه. قال لها اتحكم فيها؟ قالت له لا. قال لها ما انت رايحه جايه عند فلان الفلاني كل يوم والتاني ليه؟ في ايه بينك وبينه؟ قالت له اتجوزته. اتجوزتيه ازاي؟ ايه اللي انت بتقولي ده؟ قالت له ايوه اتجوزنا، واتجوزنا عرفي، والورقه اهي، وانا اتجوزته على ما القاضي يبقى يحكم. قال لها يا سلام، يعني انت رحت اتجوزتي وانت متجوزه؟ يا فجرة. وراح ماسك السكينه وقعد يضرب في اخته لغايه ما ماتت ونفذت انفاسها الاخيره. وعلى طول طبعا جت الاجهزه الامنيه لما الناس بقى سمعوا الصوت، والاب والام طبعا صوات وصريخ، الدنيا اتلمت. جه على طول رئيس المباحث بقى يسأل طبعا ايه الموضوع، في ايه اللي حصل ايه. طبعا هنا بقى بدأوا الناس تتكلم وناس تحكي، وهو حكى وقال كل حاجة وتم القبض عليه. طبعا هو يعني هنا انا ما ذكرتش اي اسامي خالص في الواقعة، لا قلت هي اسمها ايه ولا جوزها اسمه ايه ولا اخوها اللي عمل كده حتى اسمه ايه. ولكن ضيع نفسه للأسف، وقال لك انا عملت كده علشان دي جريمة شرف يا بيه،
لأ هو كانت هتبقى جريمة الشرف لو كان جوزها، لكن أنت عشان خاطر أخوها. لكن هُم ما بيبصّوش لكده، يعني هو الواحد أمّا بيعمل واقعة زي دي حاجة زي كده، ما بيبصّش بقى إن هو هيتسجن قد إيه والّا يتعدم والّا بتاع، لأ هو بيبص إن هو يعني عشان خاطر يكسر شرفه، علشان خاطر هو ما يقبلش الحرام، عشان خاطر الناس ما تتكلمش عليه، واللي بيحصل ده غلط، فعلى طول هو بيتصرّف تلقائي وزي ما هو عمل كده. هنقول إيه بس غير لله الأمر من قبل ومن بعد، باشكركم جدًا، باتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.